وشفعنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأهله. يا الله عن نزيا للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي. يا الله عن نزيا للشيخ سيدنا الحاج مالك بما يرضي. يا الله بلغ له كل مأمول مرقيه على مراتب أهل الله. يا الله وقويا روحه على إفاضة أنوار على صحبه. يا الله ورضي الله عن شيخ التجان ومن لنا إليه وسيل الكاشف الغمم ومن تعلق بالأزيار قاطبة صب علينا إلهي أبحر العصم وكل من طلبوا صالح دعوتنا وغيرهم من ذوي الإيمان كلهم فاقبل إلهي يا رحمن توبتنا بالفضل والجود والرضوان والكرم كذا وصولي وأحبابي وصولهم عمهم ربي تعمما بذي الحكم ومن لنا مصير ومن نصيء له يا ربنا يا واسع الرحم وما نؤدي من الأذكار جملتها فاقبل لنا بهم يا فارج الهمم. ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم ولم نرجو فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم. صدقت على ما قلت في عون ديننا غريبا كما في البدء يا خير راحم. إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل الطباع سنة في التراحم نعد عليها بالنواجذ مثل ما به قال في إيساء نظرة هاسم. نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وزير وجن ثم ذي حقد فمن وعين وشياطين وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن نجينا وظالم ومنافق وذي حسد ومن تفسق يا رحمن نجينا من النصارى ومن قضوا طريقهم. يا الله يا قياما قال أدعوني إني دعوتك ذا خوف فخذ بيدي يا جاعل الحال بين الكاف والنون. يا ربنا بالمجد والبهاء والذات والصفاء والأسماء يا ربنا والأرض والسماء وما بها يا مالك الأشياء الحق جماعتي بهؤلاء بخيرة الأخيار الأنبياء الحق جماعتي بهؤلاء بخيرة الأخيار الأنبياء وكن حجابا بيننا يا ربنا وبين عادنا الغرور ربنا واقبل لنا بالفضل والرضوان ملبسنا بحلل الغفران وارحم جميعنا ووالدينا يا ربنا رب ومسلمنا. يا شيخنا أحمد التجان ملجانا آل الوصائل للرحمن من جانا هذا الزمان هال جملتنا في كل يوم بما نخشى ويخشانا وأنتم الحسن في شيء نحاذر بك استغثنا بما نرجو ما كان. يا ربنا بما به اتصفت وذلك العليا وما شرفت أدم علينا نعمة الإيمان من سلبه تكون في آماني واختم بخير آخر الأعمال لكي تنال منتهى الكمال. يا ربنا يا واسع النوال وخير مدعو وخير والي أسبل على الجميع منا عافية تدوم في الدارين خير عافية لكل ضر وسقام شافية لكل سوء وبلاء كافية لكل ضر وسرور نافية لكل خير وسرور وافية في الدين والنفوس والأبدان والمال والأزواج والولدان والصحب والإخوان والأهلين وكل من لنا ومن يلينا وابسط لنا الأرزاق في الحلال بلا تعصر ولا إقلال وزل أهل مصطفى الكريم عزا على التكريم والتكريم. يا ربنا واغفر لوالدينا وللشيوخنا المجاهدين لجملة الإخوان والأحباب وافتح من الخيرات كل باب واغفر لكل من إلينا حسنا وجازهم عنا الجزاء حسنا. نعوذ بالله من شر البلاد ومن شر الملوك بها من جملة البشر وشر جملة ما في الأرض قاطبة من الجمادات وذي روح من الضرر وشر جملة ما في الأرض قد كتب بأمر ذي الملك ذي عز وذي ضرر.
يسر لنا يا ربي ولا تعسر لنا أبدا جميع حاجاتنا بالفضل والنصر يا أولا يا آخرا يا ظاهرا نوّر بصائر عبدك المتذلل لا يبتلينا الله جل جلاله ببلية الإعراض عن ذاك الولي أماتنا الله على الدين نبي وحب شيخنا الإمام الطيب آمين آمين استجب دعاءنا ولا تخيب سيد رجاءنا نرجو الأمان يوم لا أمانا إلا لمن آمنه المولانا فلا أرى من ذرة في الكون إلا ولي علم بها يهديني إلى صراط ربنا الصوي وللصراط مصطفى النبي صراط شيخ أحمد الولي وارث أفضل بني لؤي وكل ذا في حسنك الحصين تحت لواء نبيك الأمين وفي حما وليك التجاني شيخ المشايخ عظيم الشان أنا ومن يمنى إلي طينا يا ربنا ومن إلي دينا وكل من أحبني أو أحسن إلي يوما خفية أو علنا كذا الشريف حبنا الكرزاد ذو العلم والصلاح والإعداد بلغنا الله وإياهم إلى ذرى المنى في الختم كذ العلا ثم الصلاة ربنا الفتاح على النبي فاتح المفتاح وآله الغر وصحبه الرضا ثم على الخاتم أكبر الرضا آمين يا رب وحاشا أن ترد كفض ضراعة لجودك التمد واغفر لنا كل الذنوب يا رب واستر العيوب ويا مقلب القلوب قلب إليك قلدي رزقا حلالا واسعا علما غزيرا نافعا قلبا تقيا خاشعا فهب لنا يا صمري عافية حسن الختام مني لنا كل المرام موتا كريما يا سلام على الطريق أحمد موتا كريما يا سلام على الطريق أحمد موتا كريما يا سلام على الطريق أحمد ووالدينا الراحمين مع الشيوخ أجمعين كذا جميع المسلمين وكل ذي تودد أجب دعاء المستكين بخير خلقك الأمين بك العبيد يستعين يا ذا البقاء سمد بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام يا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.